اليوم في هذه اللجنة وأيضا شباب ممن شاركوا في المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ، ما هي أهم الملاحظات التي ذكرها هؤلاء الشباب في اللجنة المنعقدة اليوم؟ هم بصراحة مبادرة منهم مبادرة طيبة، وهم بدأوا يتفاعلوا بعد المؤتمر. النهاردة بقى عندهم حب، وأنا شايف إن النهاردة النهاردة كون إن نعمل مؤتمر في شرم الشيخ ده رقم واحد. بنبعت رسالة للعالم كله إن إحنا بلد الأمان، ما عندناش أدنى مشاكل، ودي رسالة على أساس السياحة في الفترة القادمة. في كم كبير جدا من الشباب بيشاركوا في هذه المؤسسة، مؤسسة السياحة. فاحنا من هذا المنطلق بندي رسالة لكل العالم ان احنا شبابنا بخير، وطننا مصر كويسة. من يدعوا ان احنا عندنا ارهاب، اعتقد بعد اللي شافوه في المؤتمر الاولاني اللي كان فيه كل النواب الافريقيين، وفي رئيس البرلمان العربي، ايضا رئيس البرلمان الافريقي، وكيل البرلمان الدولي او نائب البرلمان الدولي. ده اعتقد ده مؤشر طيب جدا. عقدت يومها الجلسة الأولى للبرلمان الأفريقي في شرم الشيخ. تمام، واشاد بالتنظيم، واشاد بقواتنا المسلحة، واشاد بالنظام، واشاد بالدور البرلمان المصري بيقوم به. وكان شيء طيب وجيد جدا. واحنا بقول لك من هنا ان النهارده بلدنا في امان، وما يدعوا ان عندنا ارهاب، لا، ده بيلغي تماما المؤتمر الاول وايضا مؤتمر الشباب. ولكن ما سر وجود أو سبب وجود هؤلاء الشباب من المحافظات المختلفة وممن شاركوا في المؤتمر بشرم الشيخ في لجنة اليوم؟ يعني ما هو أهم ما ذكروه وأهم المداخلات التي تمت في جلسة اليوم؟ هو اهم المداخلات زي ما قلت لحضرتك تفعيل دور الشباب في كل الصناعات، في ما يتعلق بالشباب وبالرياضة، وفي المشاركة المجتمعية ايضا، وفي ايضا ان احنا عاوزين نعمل اتساع افقي في تنمية الموارد اقتصاديا، ان احنا نعمل المشاريع المتوسطة وبعض المشاريع. والنهاردة ابتدينا الشباب عندهم الاليات والقدرة ان عايزين يعملوا الحاجات دوت، وعندهم انفتاح بعد اللقاء بالسيد الرئيس، وبعد توصيات السيد الرئيس، وبعد ورش العمل اللي هم بيقوموا فيها دلوقتي الفترة القادمة. اعتقد ان هيبقى في شيء جيد للشباب. هل هناك مقترحات جديدة قاموا بتقديمها اليوم؟ والله هم قاموا بكل حاجة في المؤتمر الشباب اللي عملوه، ما زادوش كتير، بس هم عايزين اليات التفعيل. يعني احنا عندنا 15 يوم هيبتدي بناء على تعليمات السيد الرئيس، هيعملوا ورش عمل وهيفعلوا دور الشباب. وانا شايف كل مؤسسات الدولة هتشتغل مع هذا الامر. زي ما قلت لك ان الشباب هم القيادة وهم الريادة وهم الشريان بهذه البلد، فبيهم ان شاء الله هنعدي كل المستويات اللي احنا فيها، وبيهم ايضا ان احنا نقدر نعدي كل الخطوط الحمراء. ودول ولادنا ودول شباب بلدنا، فلازم نحافظ عليهم. وانا شايف السيد الرئيس بيأكد على هذا الموضوع. غدا بإذن الله هناك اجتماع يضم التشريعية ولجنة الرياضة أيضا. ماذا سوف يتم بخصوص قانون الرياضة وأهم الملاحظات على هذا القانون؟ والله احنا الحمد لله كنا بصدد النهارده بندي بعض الملاحظات فيما يتعلق بقانون الشباب، فاعتقد ان هو انتهى يروح للتشريعيه وهينزل الجلسه العامه. يعني ان شاء الله قريبا جدا سيصدر قانون الشباب. اما فيما يتعلق بقانون الرياضه ان شاء الله في لجنه بين الشباب والرياضه وبين التشريعيه، وهنحط شويه خطوط عريضه، وهيبتدي ان شاء الله نفعل قانون الرياضه في الفتره القادمه. ده بالنسبه لقانون الرياضه. اما قانون الشباب كان فيه بعض الملاحظ النهارده، اعتقد ان احنا انتهينا منها النهارده في اللجنه، وبكره ان شاء الله ترسل للتشريعيه، وبعد كده تنزل جلسه عامه ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس